ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مره تشوفيني وتشوفي قصتي النهارده، ما تنسيش بقى تحطي لايك وتشتركي في القناه عشان انزل لكم شويه قصص حقيقيه وجامده جدا جدا جدا. تمام. يلا بقى نخش على القصه كده. قصه جميله جدا جدا. بتقول: انا اسمي وفاء وعمري 23 سنه. آنسة. جالي عريس من نفس البلد بتاعتنا. العريس دوت كويس جدا، اخلاقه كويسة، ناسه كويسين، ما سمعناش عنهم حاجة خالص يعني، وظروفهم مرتاحة جدا جدا، وظروفه كويسة، وحالهم المادي كويس جدا جدا، وناس كويسين. اي حد كان ان هو هيوافق بيه طبعا عشان خاطر ظروفهم وكده. فيلا بقى نبدأ القصة كده. قصة جميلة جدا، ممتعة جدا جدا. ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك عشان انزل لكم باقي القصة، لانها طويلة جدا جدا، فتابعوا معايا وان شاء الله تعجبكم. المهم اتقدم لها الشخص دوت. هو وسيم وكويس وحليوة وكل حاجة، وعجبها قوي قوي قوي. هي عندها 23 سنة. طبعا في البلاد والأرياف بيتجوزوا قبل كده كمان، بس هي بتقول أنا خلصت تعليمي وخدت وقت لحد ما أفكر. فالمهم الموضوع فوافقنا. الموضوع ما خدش على بعضه 15 يوم، وهوب هوب رحنا اتجوزنا. عشان خاطر يعني اي بنت تتمناه واي حد هيتمناه طبعا، عشان خاطر الناس مرتاحين في البلد، هما نفس البلد بتاعتنا بس ظروفهم مرتاحة جدا جدا. المهم خدته 15 يوم، قعدت معاه شهر، اتجوزوا شهر. بتقول اول يوم حصل علاقة بينهم، اللي هي يوم الدخلة حصلت بينهم علاقة. فالعلاقة ديت كانت كويسة جدا أول يوم. بعد كده بعد أسبوع عمل علاقة، بعد 3 أسابيع عمل علاقة، يعني تقريبا في الشهر كله عمل علاقة مرة في الأسبوع. طول الشهر كله يعني 4 مرات في الشهر كله عمل علاقة. تمام ماشيين كويس تمام. فالمهم هي حست، بتقول وفي وقت العلاقة حست ان هو بني ادم مش طبيعي. كان هيموتها وبيخنقها وبيتعامل معاها وحش. فان هو بتقول في حاجات اصلا حسيتها مش طبيعية جدا جدا، فهي خافت طبعا وكده. فطبعا العلاقة قليلة جدا، فحست ان هي يعني عايشة معاه. فمرة في مرة لقيته ان هو مش طبيعي. نزلت اتكلمت مع اهله، تحت، وحكت لهم الامر كذا كذا كذا، ابنكم مش ابنكم. اتاري اهله عارفين ان ابنهم مريض نفسي. تقول كذا مرة يحصل يعني موضوع العلاقة ده بيخنقني وهيموتني وكده يعني. فاهلها قالوا، اهل جوزها قالوا لها ان ابننا تعبان وبيتعالج وهو مريض نفسي. فلما كلموها وكده، فقالت لا انا مش هينفع ان انا اعيش معاه، ده كان هيموتني وكان وكان وكان. فادوها فلوس، قالوا لها احنا هنديك فلوس كتيرة وخليكي مع ابننا لحد ما يبقى كويس وكده ويخف وهو بيتعالج وكده، وقفي معانا والكلام ده. فالمهم مرضتش طبعا، مرضتش تاخد فلوس، مرضتش تعمل اي حاجة. قالت لا، وخدت بعضها في شقتها ولمت شنطة هدومها وخدت بعضها وقالت ايه يفكيك. طلعت عند مين؟ راحت عند ناسها. وحكت لهم الامر كذا 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 كذا، انا مش هينفع ان اعيش مع المتوحش دوت، ده طلع مريض نفسيا وده واهله قالوا لي كذا 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 ان انا اعيش معاه عشان خاطر يتعالج وكده، واستوري عليه ومش عارفه والكلام ده. فالمهم راحت المهم من هنا ومن هنا قالت لا انا طلبت الطلاق ومرضتش تعيش معاه وخلاص، طلبت الطلاق وقالت ان انا هتطلق. فاهلها قال لها خلاص تمام براحتك اللي انت شايفاه. فالمهم دخلت في اجراءات الطلاق، قعدت حوالي 6 شهور انها عشان تتطلق، واجراءات الطلاق والمحكمة والكلام ده طبعا بياخد وقت وكده. فالمهم اتطلقت
والموضوع تم وطلقت وخلاص، كل واحد راح لحاله وخلاص. قعدت بقى بص اتعقدت، نفسيتها اتعقدت وتعبت واتخنقت. فقعدت في البيت، بتقول قعدت في البيت حوالي 5 شهور مطلعش من البيت ومخنوقة جدا جدا جدا. قاعدة بقى كده يعني جالها اكتئاب خلاص، انها نفسها سدت من كل حاجة. فعدى عليها من وقت طلاقها، عدى عليها حوالي 5 سنين من طلاقها. بعد ما اتطلقت بعد 5 سنين كلمت اصحابها وطلعت مع اصحابها ان بصوا بعد 5 سنين انها فكت، يعني نسيت الحوارات دي كلها وخلاص. راحت كلمت اصحابها وخرجوا مع بعضيهم وكده. فرفشت شوية يعني وطلعت من المود اللي هي فيه وتمام. فبتقول في اللحظة ديت انا حسيت ان انا مشتاقة طبعا 5 سنين، وديت يعتبر مدام انها جربت العلاقة قبل كده ورجعت انها اشتقت للحاجة دي. فحست نفسها انها مشتاقة وعايزة ترجع للحاجة دي. فطبعا قالت ما ينفعش ان انا اعمل برا مع حد غريب، وطبعا لو عملت مع حد هيعمل معاها العلاقة دي يوم وترجع تاني ممكن يذلها ممكن كده. فمرضتش تفكر في حاجة زي دي خالص. طب اتجوزي، طب هي دلوقتي معقدة بموضوع الجواز، بقالها 5 سنين ملهاش نفس انها تتجوز. ف ولسه بتقول لسه برضو ما جاليش الشخص اللي هو مناسب. بس فالمهم بتقول قعدت افكر اجيبها ازاي، اجيبها من فين. المهم راحت شافت اخوها بالصدفة، اخوها مراته حامل وعندها مشاكل. فالدكتور او الدكتورة منعاهم انهم يحصل علاقة بينهم عشان خاطر الحمل يكمل وكده، وده طبعا حمل بعد فترة، فهم عايزين يحافظوا على الحمل ده. فمنعوا ان هو يعمل علاقة مع مراته. فالمهم لو وصلت معايا بقى لحد هنا ما تنسوش تحطوا لايك واشتراك في القناة وتابعوني، هنزل لكم قصص جامدة جدا. وعلى فكرة القصص اللي بقولها لكم حقيقية 100%. المهم راحت شافت اخوها وهي جاية، شافت اخوها في الجنينة قاعد على جنب كده، وهي شافته جت من وراه، شافته ان هو ماسك تليفون وبيتفرج على حاجات مش كويسة. فسحبت على طول ولقيته بيعمل حاجات يعني مش كويسة، وطبعا مش هقدر اوضح لكم اكتر من كده. واتفرج على الافلام وكده يعني. المهم راحت شافت الموقف ده وخدت بعضيها ومشيت. فما قالتلهوش ولا بينتهوله انها شافته كده. فقعدت تفكر فكلمت فمين عزمهم اليوم دوت، عمتها كانت عازماهم كلهم فكده. فبعد ما عمتها عزمتهم راحت انها ثواني هرجعلكوا تاني. بعد كده راحت قالت لعمتها انك تعزمي بعد ما عمتها بقى عزمتها قالت خلاص ماشي تمام وكده. راحت فين، راحت كلمت امها وابوها راحوا. فكلمت اخوها فقالت له ما تروحش. قال لها ليه ما اروحش؟ قالت له ما تروحش عشان خاطر انا عايزاك في موضوع مهم وكده. قال لها ايه هو الموضوع؟ قالت له موضوع يعني بتكلم اخوها على الواتس فبتحكي له الكلام ده. فالمهم اخوها بعتت له صوره، قالت له هبعت لك فلاش عشان خاطر هو بتاع كمبيوتر وسوفت وير وكده، فهو ليه بيشتغل في الحاجات دي. هبعت لك فلاشه عايزاك تعملها لي وتشوفها لي. فالمهم شاف الفلاشة، قالت له خلاها خلاص بعتها لي على الواتس. المهم راحت تبعت له على الواتس، راحت بعت صورة بتاعتها هي وهي بالاندر، جايبه طقم جديد لابساه وبالاندر وكده. فقالت له يا لهوي انا بعت لك الصوره غلط. فقال لها ايه اللي بتبعتيه ده؟ راحت له انا بعت لك الصوره غلط معلش وكده. قال لها انت ازاي تصوري صور زي دي وتخليها على التليفون؟ قالت له انا كده كل ما اجيب طقم جديد بصور وبنزلها لك على وبص يعني كل ما اجيب طقم جديد بصور الصوره دي واخليها ذكرى يعني. المهم قال لها خلاص تمام وكده. راح تاني راحت قال لها طب ما تبعت الفلاشه. راحت بعتت له برضو صوره فتحت معاه كاميرا
وراحت ورت له نفسها وهي نايمة وكانت بتعمل حركات كده، فاللي هي خلاص بقى جابت اخرها وعايزه تجر اخوها معاها. فاخوها شاف المنظر فاتخض، قال لها ايه اللي بتعمليه ده؟ فقالت له بص، انا بقالي 5 سنين واختك مطلقه ومش عارفه ايه، وانت الدكتور منعك من مراتك، فاحنا الاتنين محتاجين بعض ومش عارفه ايه، ما تروحش بكره العزومه وانا هفهمك على الحوار. فبالفعل ما راحوش، قالوا لابوهم وامهم روحوا انتوا واحنا هنحصلكم وكده. فضلهم البيت وكده. فقعدوا، قال لها راحت خيته وجرته على اوضتها، مسكته على اوضتها كده، مسكته من قفاه ودخلت بيه على اوضتها. فراحت اتكلمت معاه وحصل بقى علاقة كاملة متكاملة مع بعضهم. قعدوا مع بعضهم نص ساعة. فقالت له ده انت اسد، ده انت طلعت اسد وكده. قال لها ايه رايك كل يوم؟ قالت له خلاص تمام وكده، بس محدش يعرف الحوار ده. المهم راحوا عند عمتهم وتعشوا وحصل بينهم العلاقة كاملة، وهي ارتاحت وهو ارتاح. مدة 5 سنين طلاق دي صعبة جدا، وهو برضو الدكتور كان منعه من مراته، برضو حاجة صعبة. فالمهم قالت له انا لازم اجيب برشام منع حمل عشان خاطر ما يحصلش حمل بينهم. فقال لها تمام، وراحت فعلا جابت منع حمل، وراح حجز في فندق كده، في اوضه حجزها باسم طبعا ان هي مراته، وهي اخته، حجزها باسم مراته، طبعا معاها بطاقه مراته، معاها كل حاجه بتاع مراته يثبت انها مراته. طبعا هتقول الصوره، لا هي كانت منقبه، لبست نقاب وراحت معاهم وخدها. بقى كل يوم حجز الفندق ده لمدة شهر، كل يوم بقى ياخدها على هناك. فحصل بينهم علاقة، كل يوم بقى تحصل علاقة كاملة متكاملة. ف